يا مساء الهنا والسعادة عليكم ومع بعض في موضوع جديد. النهاردة الناس كلها اتكلمت عن النرجسي. أنا النهاردة هتكلم عن زوجة النرجسي. انتي عارفة انتي زوجة النرجسي ليه؟ أقولك ليه. لأنك شخصية قوية، لأنك جميلة، لأن تعليمك كويس، لأنك من عيلة وبنت ناس، لأنك بتلمعي. تمام. النرجسي بيعمل ايه؟ النرجسي بينقي كاركتر لامع. تمام. ده مهم جدا بالنسبه له. ليه؟ لانه ذكي، لانه طموح، ولانه واثق من نفسه. ودي الثلاث حاجات الايجابيه اللي هتلاقيهم موجوده في اغلب النرجسيين. تمام. فاحنا هنبص على النص المليان من الكوبايه. طيب، المفروض بقى انت تعملي ايه؟ انت كنتي حد بيلمع قوي والنرجسي طفاكي وعرفتي انه خلاص انه نرجسي. وكلمة بقى اتطلقي وسيبي لو جوزك نرجسي، طب ما انت عندك ولاد، هو انت لوحدك؟ احنا عايزين نعمل حاجة بإيجابية أكتر. انت تقومي تاني، تلمعي تاني. ازاي؟ أول حاجة لما تحبي نفسك. حبي نفسك الأول، حبيها قوي. ما تنتظريش ان حد يحبها او يقدم لك الحب ده، قديمه لها انت. دوري على حاجه كنتي بتعمليها زمان وبطلتي تعمليها. بتحبي تقري، بتحبي تسمعي حاجه، بتحبي تاخدي وقت لوحدك، بتحبي تعملي اي حاجه في الدنيا، هوايه اعمليها. قوي علاقتك بصحابك القدام اللي هو منعك وحجبك عنهم، قويها. ارجعي قوي علاقتك باهلك. اعملي لك كده مجتمع برضو يبقى بيحبك، فانتي تبقي بتحبي نفسك وحاسه ان الناس بتحبك. فلما واحد بس ما يبقاش بيحبني بمزاجه في اوقات معينه، ابقى انا مش متضايقه ولا انا قلقانه ولا انا متوتره. كل ما كنتي اكثر اطمئنانا وكل ما رجعتي تاني مهتميه بنفسك وشكلك وشخصيتك وكل حاجه، هتلمعي. كل ما لمعتي كل ما هو هيرجع يدور على اللمعة اللي جواكي دي، وهيرجع لك تاني بطريقة تانية. وهنتكلم في الحلقات جاية كتير تعملي ايه في الحاجات اللي هو بيعملها وبتضايقك زي العقاب النرجسي، بس هنخللها حاجات تانية مش النهاردة. اتمنى موضوع النهاردة يكون عجبكم، واتمنى كل زوجة نرجسي تحب نفسها وترجع تلمع تاني وما تستناش حد يقدم لها لا الحب ولا الاهتمام. اهتمي بنفسك. انت بتاخدي وقتك طويل جدا. لما بتدركي الموقف اللي انت فيه خلاص فهمتي بقى. ايجابيه بقى، سرعه بقى، خطوات بقى. اتمنى موضوع النهارده يكون عجبكم، ومع بعض في موضوع جديد ان شاء الله مره تانية.